يا مساء الجمال على كل متابعيني وحبايب قلبي. شايفين يا حبايبي القوام الكريمي ده؟ عملناه ببيضة واحدة بس وفي دقيقتين بدون مواد حافظة، واوفر بكتير من الجاهز اللي سعره بقى نار. لو عايزين تعرفوا عملناه كده ازاي والسر في ايه، تعالوا معايا نكمل الفيديو للاخر. بس قبل ما نبدأ ما ننسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا اللايك الحلو والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، انا حطيت بضايه وسنة خل، سنة خل صغيرة، ونص ليمونة. نص ليمونة، هي مقدرها سهلة جدا جدا في البيت، ونص ليمونة، ونص معلقة محترمة من الملح، وهنحط نص معلقة صغيرة من المستردة اللي انا كنت عاملاها معاكم في الفيديو، واللي ما شافوش يشوفها في القناة عندي. هيلاقوني سايبها لكم يعني، اهو زي ما انتم شايفين. وهتفضلي بقى تضربي، اضربي بس تضربي شويه وتفصلي عشان الخلاط يعني او الهاند بلندر بتاعك ما يبص. هتضربي، وهحتاج كوبايه زيت. بس طبعا ايه، هحطها سرسوب سرسوب يعني. دلوقتي معاكم اهو، هشغل الخلاط اهو، هشغل الخلاط او الهاند بلندر. بس نصيحه، ما تخليش الخلاط يشتغل كتير عشان ما يبص منك. وهنا بقى الزيت انا بحطه سرسوب سرسوب صغير علشان القوام يتقل، ما تحطوش كله مره واحده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ورمضان كريم علينا وعليكم. وان شاء الله نعمل توفير علشان نوفر علينا وعلى البيت وعلى عيالنا الحاجة، بدل ما بنجيبها من بره نعملها في البيت بأبسط التكلفة. حتى لو باظت منك، انا يعني ايام عملت حاجات كتير وباظت، وعملتها وباظت، ولحد ما وصلت للنهاية اللي هي اتظبطت معايا، فخلاص يعني. وهتفرحي جوزك وهتفرحي العيال جدا بالحاجة اللي انت بتعمليها بره.